لاحظوا، واحد أو وحدة تيجي تقول أنا صابرة ومحتسبة وهي تكذب. لماذا؟ لأنها لا تملك لسانها. أي تحكي كذا ليش وكذا ليش وكذا ليش وكذا ليش، مع ذلك تزعم أنها صابرة ومحتسبة. أو الرجل كذلك يتكلم ضد القضاء والقدر الإلهي ويزعم أنه صابر ومحتسب. خاب فألك وخسئت نفسك الأمارة بالسوء. فالصبر لا يجوز أن يكون مع الكلام البذيء على المخلوق أو على الخالق ثم يزعم الفرد أنه صابر. كلا، بل هو فاجر وليس بصابر. حتى لو تحمل الذل من المخلوقين بالمقدار الممكن فإنه سيكون عظيما عند الله وثوابه جليلا عند الله. والذل في الدنيا إنما هي عزة الآخرة، والعزة في الدنيا إنما هي ذلة الآخرة. ولتعلم أن الدنيا دار بلاء وابتلاء، فلا بد من الصبر على البلاء، وأن البلاء أما دنيوي وأما أخروي. فاصبر على الأول وحارب الثاني بقدر استطاعتك، وإلا فاتك من الخير الكثير الكثير. وإنها إذ جعلت، أي الدنيا، فإنها مقدمة لشيء أسمى وأجل. فمن أوتي كتابه بيمينه وثقل ميزان الخير عنده أمام ميزان الشر فهو يحصل على أرقى الدرجات وينجح بالامتحان الدنيوي، لأن الدنيا دار امتحان، وإنك أما أن تكرم أو تهان.